السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم روتي. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسونوش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم. طبعا زي ما انتم شايفين منظر المطبخ. طبعا كل حاجة انا بحب اصورها معاكم. ما بحبش اصنع يعني حاجة، ما بحبش ارتب او كده. قبل ما بفتح الكاميرا كل حاجة الحمد لله بعرضها معاكم. مش بحب مثلا امسح وانضف واعمل واخلي واحط شويه حاجات كده من على الوش واجي اقول لكم ده انا هعمل معاكم روتين ولا كده. كل حاجه الحمد لله بجيبها على الطبيعه بتاعتكم عشان تشجعوا معايا وتقوموا تشوفوا اللي وراكم. حابة أشكر كل حد جديد دخل واشترك في قناتي. شكرا، شرفتوني ونورتوني، ووجودكم شرف ليا وعلى راسي والله. ما نحرمش منكم أبدا. طبعا انتوا شفتوا المطبخ في أول الفيديو. طبعا زي ما انتوا شايفين مكركب، والمواعين طبعا كل حاجة كانت باينة قدامكم. البوتاجاز بس بصراحة هو كان نضيف فمسحته كده من على الوش. طبعا البوتاجاز انا بغسله على طول، فلما بلاقيه نضيف شوية مش برضه يعني هد في حيلي واقعد اغسل وادعك فيه. وبصراحة البوتاجاز من يوم ما حطيته في الحتة اللي هي لوحده دي بصراحة مريحني، وحاسة ان الشغل بتاعه بقى خفيف شوية. وعايزة رأيكم برضو، قولوا له رأيكم برضو، رأيكم يهمني. ان هو بره كده لوحده احلى ولا لما يكون في النص؟ طبعا زي ما انتوا شفتوا مسكت البوتاجاز مسحته كده وشلت الحاجات من على الرخامة ومسحت برضو الترابيزة دي. بصراحة الترابيزة دي مش بستغنى عنها خالص في المطبخ. اي حاجة بتبقى معانا بنحطها عليها. وعندي برضو البنات بأي حاجة تكون في ايدهم ولا كده بيقوم حاطين عليها على طول. هنا بقى لميت المواعين كلها ومسكتها كده نزلت لو فيها حاجة ولا كده تحت الحنفية على طول. وبعد كده بحط على طول وادعك على طول واشطف. بس كده انا همسك بقى المواعين ده ادعكها كلها مرة واحدة واشطفهم واكفيهم لحد ما يتصفوا خالص. وبعد كده احط في المكان بتاعهم. لان انا عندي المطبخ بتاعي خشب، فبحب ان اصفي الحاجة خالص عشان ما يعملش حشرات وما يعملش حاجات عفشة يعني لا قدر الله. حتى لو المطبخ بتاعك المونتال لازم تصفي الحاجة خالص وتسيبها تتصفى خالص، وبعد كده بتحطها في المطبخ. لان الحلل الالمونيا لو انت حطيتها وهي مبلولة بتعمل بتعمل يعني بتاع كده نقط سمرة كده ما بتبقاش حلوة خالص. بس هنا خلاص انا طبعا خلصت المطبخ ونضفته. وبصراحة البنات عندي يعني نضفوا لي الشقة من بره، فكنت واقفة يا دوبك اكنسها بالمكنسة. فقلت بقى اعمل الغدا الاول في ريحي وبعد كده هطلع انشر واشفط من المكنسة على طول. زي ما قلت لكم في فيديوهات تانية يعني ان انا هما بيقوموا من النوم. خلاص علمتهم وعودتهم ان هما يقوموا من النوم ينضفوا الفرشة بتاعتهم. لو في جزازة فاضية ولا حاجة بيشيلوها. لازم تعودي على تعودي بناتك على كده يعني، عشان لما يقوموا من النوم وكده ينظموا الفرشة بتاعتهم ويخلوا حاجتهم كده على طول نظيفة. ما يستسهلوش ويقوموا على طول ويسيبوا انا بقى حاجتهم عندي زي ما كده هي. غسلته طبعا حلو ونضفته حلو. غسلته بالملح والدقيق، وحطيت له قشر يوسفندي، وحطيت له برضو معلقة صغيرة من الزنجبيل. الزنجبيل بيشيل الزفارة. جربيه بس كده وانت بتغسلي الطيور او اي حاجة بتغسلي بها طيور ولا كده بتحسي ان هو شلك الزفارة خالص. ما تحطش خل، لان بصراحة ما كنت بحط خل كنت مهما اغسل فيها بحس بريحة الزفارة. انما تشيل الخل خالص. هنا خلاص كنت غسلته حلو ونضفته، وحطيت برضو كل حاجته في قلبه من جوه وكتفته كده. هنزله على طول في الحلة زي ما انتوا شايفين كده. اوطي عليه بقى النار خالص وهسيبه يستوي براحته خالص. وهنا برضو علقت على شوية رز برضو فريحي. وهنا خلاص الدقيق غلي، لو في ريم ولا اي حاجة بقى بتشيليها. بس طبعا زي ما انتوا شايفين الشوربة نضيفة معايا وحلوة خالص. وخلاص كده زي ما انتوا شفتوا كنت نضفت المطبخ وخلصته خالص. وهنا كنت برضو اخر دورة دي هغسلها وهنشر الهدوم على طول واخد الغدا وانزل بتاع. طبعا انا كنت لفه محشي من بالليل ومجهزاه. وجيت على ميعاد الغدا حطيته في الفرن على طول. ما خدش معايا وقت ولا حاجه، عملته بالليل كده وانا سهرانه في السهره. ودخلته الفرن استوى وخلاص. وحمرته برضو الديك كده في ريحه وفي الفرن وهو شغال يعني. وهنا بقى خلاص كنت خلصت الغدا وخلصت شغل بيتي كله. وبرضو كنت مسكت الشقة نضفتها وشفطتها بالمكنسة.
ده كلته وانت شغالة كده، بتولعي الأول على الحاجة اللي هي المهمة، وبعد كده بتشوفي شغل بيتك في ريح. المحشي ده أنا كنت عاملاه من بالليل وحطيته كده في الفرن على طول يا دوب، وحمرت برضو الفرخة في ريحه. بس كده، وأتمنى إن الفيديو بتاعي يكون عجبكم. المحشي ده بورق الخس، جربيه بورق الخس طعمه حلو. ان شاء الله يعجبك لو جربتيه. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.